ويل حط الوتد الخشب فوق راسه وقرب من كارل وهو ماسك عصاية خشب، لكن في اللحظة اللي بعدها 2 أنادس عينيهم بتلمع جريوا عليه وابتدوا يقرضوا الوتد، وقبل ما ويل يفهم إيه اللي بيحصل وقع على الأرض واحدة واحدة عند شلال على حافة الجبل. ويل رجع لمقالبه تاني، قرب من كارل وهو ماسك منشار ونشر شجرة نصين. فجأة الطيار جرف ويل ووقعه من فوق الجرف. من غير ما ييأس هجم على الكوخ، مسك لمبة الكحول من على الترابيزة، سكب الوقود كله على الأرض، ولع فيها بالكبريت، وبعدين استخبى قريب وهو بيرقص فرحان بانتصاره. كارل وصل للكوخ وهو بيطلع دخان، جري جوه وشال واحدة ست جميلة جدا وطلع بيها. المنظر ده فرح ويل قوي، على طول جري يدخل هو كمان. في اللحظة اللي بعدها النار ولعت جامد وبلعته هو كمان. سلسلة الفشل دي ما خلتوش يشوف غلطه، طلع قنبلة حطها في محفظته، ولع الفتيل ورماها على الأرض. كارل لقط المحفظة. أول ما ويل حس إنه اتكشف ركب بقرة وجري بيها ووصل المطار، ركب طيارة وبعدين نادى تاكسي ورجع البيت. بعد ما قفل الباب كان بيلهث من الفرحة، لكن في اللحظة اللي بعدها كارل فتح الباب ورجع له المحفظة. ويل حس إن في مصيبة جاية، وفعلا القنبلة انفجرت. تنكر في شكل راجل عجوز وطلب من كارل يساعده يعدي الشارع. بعد ما عدى زقه ووقعه على الأرض، ولما شاف عربية جري هرب من المكان. لكن في اللحظة اللي بعدها اللي اتصاب كان هو.